تعالوا نعمل الفراخ البروستد او KFC او الكنتاكي عشان تاخدوا شكل وطعم. شايفين شكلها زي ما بنشتريها بالظبط، بدون بقى خلطات ولا بيض ولا لبن رايب ولا اي حاجة. هتاخدوا النتيجة ممتازة وطريقتها سهلة كتير جدا. شايفين شكلها؟ هنجيب الفراخ بتاعتنا. انا معايا هنا دبابيس، لو هتستخدموا فرخة كاملة ما تزيدش عن كيلو 200 كيلو 300 بالكتير. كمان الكيلو ده عندي 7 قطع، ودي كانت دبابيس كبيرة، هاتوها انتوا اصغر من كده يبقى الكيلو 9 مثلا. هجيب خلة الشيش طاووق وابدأ اخرم الفراخ من جوه كده بس ما بهدلش الجلد. هجيب مجموعة من التوابل هكتبها لكم، هي معظمها ملح وفلفل وجنزبيل وبصل وتوم باودر. هكتب لكم عموما التوابل دي. هدوبها في نص كوباية مية. ومعايا هنا مكعب من المرق، وده ضروري جدا ما تستغنوش عنه. هادوبه في ربع معلقة من المية، ربع كوباية من المية السخنة، وده بديل الملح الصيني او مكسبات الطعم. تمام. وهحطها بقى على الخلطة